السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في قناه مطبخ ايمان ام اسراء. اليوم جيتكم بفيديو جديد اللي غادي نقدم لكم فيه هاد الشكيلات ديال الصابلي اللي غادي كيجيو راقيين في الشكل وكذلك كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى البنات ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه كثر. بالنسبه لهذا الفيديو هذا اللي غيكون التشكيل ديال الصابلي ديال الزياده، كيف ما كتشوفوا اللي كيجي راقي في الشكل وكيجي المذاق ديالو لذيذ، وكذلك كيفاش تخدموا او كيفاش تنظموا الروتين ديال الطلبيه ديالكم. كنتمنى انكم ما تبخلوش لنا باللايك ديالكم بالاراء ديالكم، فرجه ممتعه. بسم الله. بالنسبه للعجين ديال الصابلي غادي نحتاجوا لها 250 غرام ديال الزبده ديال المارغرين تكون درجه حراره ديال الغرفه. غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات او 4، وغادي نحتاجوا 2 كيسان ديال السكر السنيده، 2 كيسان ديال السكر السنيده عفوا، و2 كيسان ديال الزيت. وبالنسبه غنحتاجوا معلقه كبيره ديال الكليكوز. بالنسبه لهاد الخلطه هذه البنات اللي فيها البسكوي مطحون، فيها الكوك محمر ومطحون، وفيها كذلك السيليلاك اللي محمر ومطحون، وفيها كذلك حليب بودره اللي محمر حتى هو. فكنحمر هاد المكونات كاملين وكنطحنهم وكنخلطهم على هذا الشكل هذا. وغادي نحتاجوا البنات النكهه ديال الفانيلا، وغادي نحتاجوا رشه ديال الملح، وغادي نحتاجوا النكهات على حسب الحاجه. غادي نحتاج النكهه غادي نحتاج النكهه ديال الكراميل او ديال النوغا، وغادي نحتاج النكهه ديال الزبده والدقيق على حسب الحاجه. دائما بالنسبه للنكهات كتضيفوا نتوما على حسب الرغبه ديالكم وحسب اللوغو اللي بغيتو يكون عندكم في الصابلي. اول حاجه كيف ما كتشوفوا في القصعه دائما كنوضعوا الزبده هي الاولى مع السكر السنيده ومع رشه ديال الملح. كيف ما عودتكم دائما كنخدم الزبده مزيان مع السكر السنيده حتى كيتضاعف لها الحجم ديالها وكيتبدل ليها اللون ديالها. بالنسبه للبنات انا غنستعمل هاد البودر فاني، ممكن الا عندكم اكياس ديال الساشيه ديال السكر فانيلا ممكن تضيفوها، او ممكن تضيفوا كذلك حتى الفاني اللي كيكون على شكل نكهه او على شكل جيل او سائله، فكيبقى لكم نتوما الاختيار. بالنسبه للفاني راه في انواع كثيره ديال الفاني. غادي نديرو 2 كيسان ديال السكر السنيده، ودائما السنيده حاولوا تعجنوها لتكون رقيقه. الا كانت عندكم البنات السنيده غليظه ممكن تطحنوها البنات بحال كتديروها واحد شويه، هي من الاحسن حاولوا تعزلوها لتكون رقيقه. صافي. وغادي نحاول نخدم مزيان هاد الزبده هذه مع السكر السنيده حتى كتدخل مزيان هاد السكر السنيده في الزبده وكتولي عندكم على شكل كريميه. هادو هما المراحل ديال الصابلي باش ينجح معكم وتعطيو كل حاجه تعطيوها حقها في الخدمه. بالنسبه لاي مكون كتضيفوا للصابلي كتعطيو حقه في الخدمه، ماشي كتزربوا كلشي. عكس الا كنتو غديروا في العجانه، ممكن في العجانه كتخلطوا كلشي. بالنسبه لي انا بما انني كنخدم بايدي فكنضيف كل حاجه كنعطيها حقها في الخدمه، وكنحاول كنعطي دوك المكونات كندخلهم مزيان مع بعضياتهم. فبالنسبه للبنات الصابلي راه ساهل، فخاصو غير الخاطر وخاصو تتبعوا جميع المراحل والتقنيات باش ينجح معكم. فبالنسبه بزاف ديال البنات كنلقى معاهم تساؤلات كيقول لك انهم كيتقلص لهم صابلي في الفران او يتكمش ليهم. كيف ما بالنسبه للصابلي البنات راه غير كيف ما قلت لكم، غير ما كيحتاج الدقيق. بالنسبه ملي كتضيفوا الدقيق ما كتبقاوش تدلكوا فيه بزاف. ملي كتكونوا هذه هي المرحله باش تخدموا فيها صابلي، هي ملي كديروا الزبده والسكر والزيت هي باش كتخدموا صابلي كيف ما بغيتوا. بالنسبه ملي كنبداو نضيفوه في الدقيق ما كنبقاوش ندلكوا في الصابلي ديالنا، فكنبقاو نجمعوا غير من التحت للفوق حتى كيتجمع عندنا صابلي. صافي. كيف ما كتشوفوا البنات هنا غادي ندير 2 كيسان ديال الزيت النباتيه دائما في كاس ديال العنبه. فانا كنحاول دائما كنعبر بكاس ديال العنبه هو اللي كنعبر به، او كاس ديال الشاي. بالنسبه للكاس اللي كتعبروا به السكر هو اللي غتعبروا به الزيت. صافي. وغادي نحاول كذلك ندخل مزيان هذا الزيت كذلك مع الزبده والسكر حتى كتحصل على واحد الشكل اللي كيكون كريمي ديال الزبده، كتولي عندكم كريميه وكيدخل هذا الزيت كامل، ما كتبقاش عندكم بحال هكا بين الزيت بوحدو والزبده بوحدها. ضروري البنات خدموه مزيان على هاد الطريقه هذه وكتعطيوها الكف ديالكم باش كتدلك عندكم هاد الزبده هذه مزيان. ضروري البنات تبعوا هاد المراحل باش يجيكم صابلي زوين ويجيكم ناجح. كيف ما كتشوفوا كنخدموه مزيان على هاد الطريقه هذه حتى كيبان لكم تبدل اللون ديال الصابلي ولا عليكم على شكل ابيض. من بعد كنضيفوا 4 ديال الحبات ديال البيض. ممكن البنات الا بغيتو تنقصوا البيض جاكم كتير ممكن ديروا غير 3 ديال البيضات، فكيبقى لكم الاختيار. فبالنسبه لي انا في هذه العجينه كندير 4 ديال البيضات، ولا كان الحال سخون فكندير غير 3 ديال البيضات.
صافي البنات، وغادي ندير هنا النكهه ديال الزبده والنكهه ديال النوغا او ديال الكراميل او ديال البخاليني، فكاينين جميع النكهات اللي كيجيو زوينين. وكنضيف هاد الخلطه هذه البنات، فوعدتكم دائما كنبغي نحضرها معكم وكنسى هاد الخلطه هذه. غنحاول ان شاء الله نشاركها معكم في فيديو اللي كيكون مفصل، كتكون بوحدها هاد الطريقه هذه كيفاش كل حاجه تحمروها بوحدها وتخلطوها. فتبعوا معايا ان شاء الله غير الفيديوهات المقبله، وحاولوا تشجعوني في القناه باش نبقى دائما ننزل لكم الفيديوهات، لانني ما كنلقاش تشجيع. بعد ما كتعجنوا البنات الصابلي ديالكم كديروا في ضروري كنديروا في الثلاجه. انا بما جمعتوا الدنيا اللي حداكم كنجمع، بما جمعت انا القصريه ولا جمعت داك الماعن اللي عندي صافي وكنبدا نطلق فيه. ممكن الا ما كانتش مزروبه به فكنخليه كيبات في الثلاجه، ما عنديش المشكل. بالنسبه للصابلي قد ما بقى في الثلاجه مزيان. فهادو هما الطوابع البنات اللي غادي نستعمل. فبالنسبه لي غادي نخلي السمك ديالو كيكون شويه متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف، لان انا الصابلي غادي نديرو غير حبه وحده، فما نحاولوا ما نرقوش بزاف. صافي على هذا الشكل هذا، وغادي نحطو في اللاطه اللي كتدخل الفرن. فغادي نستمر البنات بنفس الكيفيه حتى غادي نطبع هاد الاشكال كاملين اللي عندي، وهادو هما الاشكال اللي غادي نحتاج. فغادي نطبعهم كاملين وندخلهم الفران اللي كيكون سخون مزيان شاعل من الفوق ومن التحت. العافيه كتكون مهيله بزاف لاقصى درجه. ضروري البنات العافيه تكون عندكم كي الشمعه، تكون باش الصابلي يجيكم محمر ويجيكم زوين، والاسرار ديالو باش يجيكم اللون ديالو محمر. ضروري البنات نقصوا عليه هو في الفران. دائما السر ديال الصابلي راه دائما كيكون في الفران، من غير العجين كيكون حتى في الفران البنات. نقصوا عليه العافيه تكون مهيله بزاف، وتخليوه حتى كيطيب لكم وكيتحمر. الا جهدتوا عليه البوطيره ما غاديش يتحمر عندكم. صافي البنات، وهادو هما الاشكال اللي طيبت معكم كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا بالتزيين ديالهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الشكل هذا غادي نديرو بالكراميل كيف ما كتشوفوا. فبالنسبه لهذا غادي نلصق جوج حبات مع بعضياتهم. فحاولت نخدم الاشكال كاملين معكم. بالنسبه لهنا هذا الكراميل هذا ديك السطله، ديك السطله اللي كناخذ معكم الكبيره اللي كنوريها لكم دائما في الفيديوهات، كندير معها جوج معالق ديال ناباج، جوج معالق ديال الكليكوز، وكندير واحد جوج معالق كبار من داك الكراميل، وكندير النكهه ديال النوغا او ديال الكراميل. صافي وكنغليهم مزيان فوق من البوطه، وهما اللي كندخل نلصق بهم صابلي. هنا البنات كندير الكاوكاو كونكاسي على هذا الشكل هذا من الفوق. كنديرو فوق من هذا اللي فيه هاد الحفيره في الوسط كندير فيه ندير فيه كاوكاو كونكاسي. ممكن ديروا اللوز كونكاسي، فكيبقى لكم نتوما الاختيار. بالنسبه لي انا الطلبيه فندير فيها الكاوكاو كونكاسي السيده طالبه. فانتوما دائما كديروا على حسب الطلب ديال الزبائن ديالكم، وكتشوفوا على حسب اشنو باغيين. صافي البنات غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل لهم الزين ديالهم كاملين، باش يساعدني انني باش خليت نفس الخلطه اللي درت فدرتها في هاد لي بوش هذا باش كتسهل عليا الخدمه، وكتجي عندكم حتى الخدمه منظمه وكتجيكم سهله. صافي وغادي نحاول نلصق هنا حبه مع هكا على هذا الشكل هذا اللي ما مثقوباش كندير هكا، ومن بعد كندير لها الاخرى اللي فيها كاوكاو كونكاسي. فبالنسبه لي البنات انا غير مع التصوير هنا حاولت نوريكم غير تقريبا واحد 3 ديال الحبات او 2 ديال الحبات. بالنسبه لي انا راني كنكمل لك الشكل كامل اللي كندير فيه كاوكاو كونكاسي، ومن بعد عاد كنسرح الشكل الاخر اللي كتكون الحبه اللي غتلصق معاهم كندير فيهم كاملين الكراميل، وعاد كنحط وحده فوق وحده وحده فوق وحده حتى كنكمل كامل باش كتجيني الخدمه سهله وتجيني منظمه. بالنسبه للبنات هاد التعليكه هذه فيها لاباج والكليكوز، فيها معلقه ديال لاباج ومعلقه ديال الكليكوز، وفيها النكهه ديال الفرomboise، وتقريبا واحد نص قرعه ديال الكونفيتير ديال المشماش اللي كيكون جاري، ماشي داك اللي كيكون داك العيان، داك الجاري غير هو كيكون ما كيكونوش فيه الطروفه. صافي وكندير معاه واحد 2 معالق ديال السكر السنيده، وكنغلي هاد الخلطه هذه مزيان حتى كتغلى. صافي وكنخليوها كتبرد، وهي كنلصق بها البنات هاد الصابلي هذا اللي درت فيه الف مبروك. دار كاين هاد الطابع هذا كديروا الوسط ديالو درت شكلاط ابيض لونته بالملون غوز، والجناب ديالو درتهم في البيض. راه كاين هاد البنات هاد الطابع هذا. ففين حاولت نوريكم غير البنات غير خفا زربان كيف ما كيقولوا، لان الفيديو مازال باقي طويل. فحاولت غير نعطيكم غير لقطات وكيفاش الخدمه كيفاش كدوز وكيفاش كتنظموها.
صافي البنات، على هاد الطريقه هذه انا غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى غادي نكمل هاد الاشكال هادو كاملين، ونشوفوا ان شاء الله باش نحاول نشكل معكم صابلي ديال الزياده. بالنسبه للبنات البهله ما شاركتهاش معكم على ما اظن في هذا الفيديو، واقيلا ما شاركتهاش معكم لانني الصراحه مع الفيديوهات بزاف. مع هذا الفيديو هذا راني مونطيتو شحال هذه، فكان خاصني غير نركب لي غير الصوت، فما عقلتش واش ضفت لكم هنا البهله ولا لا. بالنسبه للبنات الفيديو ديال البهله راه غتلقاوه كاين في القناه. كيف ما كتشوفوا البنات كيكون هذا هو الشكل ديال الصافي ديال الكراميل، وهذا ديال الف مبروك كيف ما كتشوفوا. فانا غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى غادي نكمل الاشكال كاملين اللي عندي. وبالنسبه للبنات هنا عندي بات شوكولا درت هنايا البنات، فهنا اللقطه هذه تحدفات ليا كيفاش خلطت هاد الالوان. كناخذ اللون البنفسجي، وكناخذ اللون الغوز واللون الابيض واللون الوردي، كناخذ 3 ديال الالوان كنخلطهم على شكل باش كيعطيكم هذا الشكل هذا اللي رخامي. ممكن كتستعملوا الالوان اللي بغيتو، كتخلطوا 3 الالوان 4 الالوان على حسب الرغبه ديالكم. وكنطبع على هذا الشكل هذا ديال الكسيوه هذه، وكندير هذا البابيو هذه في الوسط. ومن بعد غادي ناخذ هنا الملمع اللي خلطته مع شويه ديال النكهه ديال الحامض، او ممكن تستعملوا البنات لانكول. بالنسبه للانكول فانا ما كنستعملوش هنا في الصابلي، كنستعملو مثلا في الكيك ديزاين الا كنت غنستعمل التاج باش ينشف لي دغيا، ولا شي حاجه اللي كتبغي باش تنشف لك دغيا الا كنتي مزروبه. بالنسبه للباط في الصابلي ما كنستعملش لانكول، كنستعمل غير النكهات مع الملمع. صافي البنات غادي نستمر بنفس الكيفيه على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لدوك الخطوط اللي كيبان لكم فيهم التمويل فغادي نحاول ندير فيهم داك الملمع باش كيجي عندكم الشكل ديالهم مزخرف. فنتمنى البنات ان الصوره تكون واضحه لكم وتكون الطريقه مفهومه لكم البنات. فكنعتذر ان مشات لي ديك اللقطه ديال كيفاش خلطت العجين بهذه الطريقه هذه. فانتم كديروا دوك الخطوط عشوائيا على حسب الزخرفه اللي عندكم في الصابلي. صافي وكناخذ هذا البابيو على شكل قليب، صافي كنديرها هنا في الوسط، وحتى هي البنات غادي ندير ليها الملمع. كيجي الصراحه الشكل ديالو راقي وكيجي زوين. فبالنسبه لهذا الشكل هذا، بالنسبه لهذا الصابلي هذا البنات راه كياخذ شويه ديال الوقت، وخاصو غير شويه ديال الخاطر باش كل حاجه تجيكم قاده وتجيكم مزيانه. فكنعتذر البنات الا جاكم الفيديو طويل، فحاولت غير نشرح لكم ونحاول نوريكم الطريقه ديال الزين ديال هاد الصابلي. فكان بزاف ديال البنات اللي كانوا يسولوني عليه باش نشاركه معكم. صافي وكندير واحد البابيون صغير على الفوق، وغادي ندير لها كذلك حتى هي الملمع. بالنسبه للبنات بات شوكولا راه غتلقاوها كاينه في القناه، راني محضراها معكم البنات بجوج ديال الاشكال. كاين اللي حضرتها معكم غير بالكليكوز بلا سكر، والاخرى اللي حضرتها معكم بالسكر. هنا غناخذ هذا الشكل هذا، فكنحاول كنطبعوا بات شوكولا اللي كتكون بيضاء. كناخذ هنا هاد الوريدات اللي درتهم في البنفسجي والوردي على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول ناخذ علامه الاستفهام نديرها في الوسط، لان السيده ما عرفتش ديك الساعه شنو كانت غتسمي البنت ديالها، فقالت لي ديري غير علامه الاستفهام، لان ما كانش عندها شي فكره انه شنو غتسمي البنت ديالها. فكان بالنسبه لهذا الشكل هذا فكنديروا فيه الاسم ديال التربيه. فبالنسبه للسيده ما كانتش عارفه اشنو غتسمي وكانت حيره في السميه، فداك الشيء علاش قالت لي ديري غير علامه استفهام. صافي هنا بالنسبه للوسط ديك الوريده فكنحاول كندير الملمع. كيكون البنات هذا هو الشكل ديالو، الصراحه كيجي الشكل ديالو زوين وكيجي راقي. وبالنسبه للشكل الثاني اللي غادي ناخذ غادي ندهن الطرف ديالها بشويه ديال الخليط ديالنا بالكلصق البنات، بالخليط ديال الناباج او الكليكوز واللي كتكون فيه النكهه ديال الناطه. كندير هنا هاد الوريده هذه او هاد الورقه هذه، وغناخذ البنات هاد العقيق هذا اللي فيه الغوز وفيه هاد الحجيرات على هاد الشكل هذا. كيجي في الصراحه التشكيل ديالو زوين هاد العقيق هذا.
وغادي ناخذ الملمع كذلك وغادي نحاول نزين كذلك حتى ديك الورقه. بالنسبه لهنا درت جوج الانواع ديال العقيق، اللي كيكون رقيق والعقيق الاخر اللي كيكون فيه بحال الشكل ديال الفيرميسيل. صافي وغادي ناخذ الملمع ديالي وغادي نحاول ندير ديك الورقه اللي خرجتها بالمول ديال السيليكون ولصقتها الفوق، فكنحاول كذلك حتى هي نزينها بهذا الملمع. كيف ما قلت لكم هذا الملمع البنات راه راه كيعطيكم العبار. فنسيت البنات انا ما وريتكمش القرعه ديالو، لانني كناخذ ديك القرعه الكبيره كتكون دايره واقيلا شي 120 درهم على ما اظن او 110 دراهم. بالنسبه للبنات كيكونوا هذوما الاشكال اللي حضرتهم معكم، فغادي نستفهم في البلاطوات على هذا الشكل هذا. صافي وكنحاول. بالنسبه لهاد الكسوه هذه ما شاركتهاش معكم البنات لانها سهله وبزاف ديال الاجزاء اللي تقطعوا ليا، فالا جيت نعطيكم هادشي كامل البنات غيجيكم فيديو طويل بزاف. صافي على هاد الشكل هذا. بالنسبه للشكل ديال الرضاعه حتى هو البنات وهذا الشكل هذا، فبالنسبه لكم قلت لكم البنات بزاف ديال الاجزاء اللي تقطعوا لي، فحاولت نعطيكم غير فكره ونعطيكم كذلك كيفاش الطريقه كنظم بها الخدمه ديالي. كيكونوا البنات هادو هما الاشكال اللي حضرت ديال هاد الصابلي هذا. بالنسبه لاخر البنات جوج ديال البلاطوات هما عاد البنات كيلو. كتكون البنات هذا هو الشكل ديال الطلبيه. كنتمنى البنات انها تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها اكثر. بالنسبه للبنات هاد الصابلي هذا البنات كنحسبوا اللي فيه الكراميل كنا كنحسبوه ب80 درهم، دابا حاليا ما بين 85 90 درهم. وبالنسبه للبنات البلاطو ديال هاد الزياده البنات راه كنخرجوا ب 3600 حتى ل 200 درهم. كنتمنى البنات ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم تستافدوا منه اكثر. كنقول لكم السلام عليكم في امان الله في وصفات مقبله ان شاء الله.